هو انا ينفع اصاحب ولادي؟ اكيد طبعا. من اكتر الطرق الفعالة ان احنا نصاحب ولادنا من وهم صغيرين. مش كل حاجة في الحياة أوامر ونواهي، مش كل حاجة اعمل وما تعملش، مش كل حاجة عواقب واللي انت عملته ده غلط. في طرق كتيرة جدا أقدر أصاحب بيها ولادي. أولها إن أنا أخليهم يتكلموا. أبسط حاجة كل يوم أقعد أتناقش معاه ولو 5 دقايق. عملت إيه النهاردة في المدرسة؟ احكي لي. كلت مع مين؟ لعبت مع مين؟ صاحبت مين النهاردة؟ عملتوا إيه في المدرسة؟ قلت إيه؟ في ولاد هتلاقيهم عمالين يتكلموا وعمالين يحكوا لك وعمالين يقولوا كلام كتير قوي قوي قوي، وفي ولاد تانيين بيلتزموا الصمت رهيب. أرجوكي ما تيأسيش. أنا بنتي قعدت من أولى حضانة 4 سنين والله ما بتقولي ولا كلمة ولا كلمة، وأنا يعني قد إيه كنت بتعصب وقد إيه كنت بتضايق إنها مش عايزة تتكلم خالص. بعد كده يعني اتفتحت في الكلام بطريقة لدرجة إن أنا بقول لا خلاص. فما تيأسيش، اتكلمي معاهم، خليهم يطلعوا كل اللي جواهم. لو نفترض دلوقتي ان انتي ابنك او بنتك كبروا وعديتي مرحلة كبيرة ما بنيتيش فيها الصداقة دي بينك وبينهم، طب ايه الحل؟ ابدأي بنفسك، او الاب ابدأ بنفسك. خش احكي له عن مشكلة عندك، موقف موقف محتاج فيه استشارته. مرة على مرة هتلاقيه هو من نفسه او هي من نفسها جايين يحكوا على حاجة عندهم. ما تيأس، حاول وابدأ بكل الطرق. أقصر طريق لقلب ولادنا هو إن احنا نصاحبهم ونبقى أصحابهم. وافتكري it's never too late.